مشاكل الطاقة إن الإنسان عدو ما يجهل، وعلى مر التاريخ أي شيء طلع الإنسان ما يعرفوش بيهاجمه ودايما يروح لازقه بالجن والشياطين. دايما على مر التاريخ. يعني القهوة اللي بنشربها دي أول ما طلعت رجال الدين الإسلامي ورجال الدين المسيحي طلعوا قالوا للناس ده مشروب شيطاني. ليه؟ الإنسان عدو ما يجهل. ما هو بيشرب حاجة بتبقى أنت همدان تشرب شوية مية كده بطعم يخلوك تفوق. طب إيه اللي حصل؟ ما نعرفش إيه اللي حصل، فنروح هوب جايبين الجن والشياطين في إيدينا كده، تعالوا ده مشروب شيطاني، جن وشياطين. فالإنسان تطور شوية واخترع الآلة الكاتبة. رجال الدين كالعادة مش فاهمين إيه ده. واحد بيدوس على زرار يكتب له حرف النون، يدوس على زرار تاني يكتب له حرف الب. قال لك الآلة الكاتبة حرام. ليه حرام؟ قال لك الجن والشياطين. بنروح جايبين بنستسهل أي شيء عندنا غير مفهوم، نروح جايبين معانا الجن والشياطين، يقول لك إيه جن وشياطين، فتضحك بقى تضحك. فاي حاجه على فكره، اللي اكتشف الجهاز العصبي اول ما اكتشف الجهاز العصبي وقال يا جماعه في جهاز اسمه الجهاز العصبي في جسم الانسان، قال لك ده مجنون، وقال لك ده الجن والشياطين والدجل. دائما وابدا رجال الدين اسهل حاجه عندهم الجن والشياطين، فيجيبوا علوم الطاقه عشان فيها حاجات مش مفهومه او هم ما يعرفوهاش، فيقول لك ايه بقى، ومشايخ وليهم وزن وقدر وبتعلم منهم يعني، بس انا بتكلم في نقط معينه. يقول لك علوم الطاقه علوم الجن والشياطين. اشمعنى الجن والشياطين؟ يعني ليه احنا مدين الجن والشياطين السوبر باور؟ ربنا يقول لك ان كيد الشيطان كان ضعيفا. اللي هيدرس طاقه هيفهم يعني ايه اصلا جن، ويعني ايه شياطين، ويعني ايه ترددات جن وترددات شياطين، ويعني ايه ملائكه، ويعني ايه ترددات ملائكه. هتلاقي الموضوع سهل وبسيط، بس احنا عشان ما نعرفش كعاده رجال الدين في كل العصور، اول ما يحصل حاجه مش فاهمينها اسهل حاجه عندهم الجن والشياطين. فيعملوا بقى ايه بقى؟ يعملوا حاجه لطيفه، يجيبوا فيديوهات لناس يقول لك التائبون من الطاقه والعائدون من الطاقه. فاهمني ازاي؟ ويجيبوا واحده بقى يعملوا وشها بيكسل كده وتقول لك فانا ظهر لي جن وشياطين. كعاده اي حاجه بتحصل يقول لك ايه الجن والشياطين. فبس انا حبيت انوه على الحته دي. اولا الجن والشياطين مش حاجه كبيره، مش حاجه ضخمه. الله عز وجل بيقول ان كيد الشيطان كان ضعيفا، والجن والشياطين ما بيعملوش يعني حاجات. مره سمعت حد دكتور يعني معاه دكتوراه وبيتكلم في الدين، يعني قال لك العلاج بالمشاعر الجن والشياطين بيفتنوك. طب ده علاج بالمشاعر، يعني الطاقه ماشي فيها حاجات كده مش مفهومه، اما ده علاج بالمشاعر. يعني هيفتنوني عن ايه؟ يعني عن الكونجستال. يعني الشياطين جايه تفتني عن الكونجستال، عايزه تبعدني عن البنادول. يعني الشياطين يعني مهمتها في الحياه تبعدنا عن البنادول، فبنستسهل ونروح واخدين في ايدينا الجن والشياطين ونلبسهم اي حاجه. بس حبيت بس اقول الحته ديت بمناسبه ان الناس بتتخض لما تيجي تدرس شويه علم طاقه، فيلاقوا بقى في ناس عائدون من الطاقه والتائبون من الطاقه، ويلاقي شيخ مشهور وحد معروف جدا ومحبوب بيقول لهم ده الجن والشياطين بيضحكوا عليكم، فيبداوا يخافوا. منطق الخوف هو منطق شيطاني اصلا. منطق الخوف يا باشا ادرس واعرف، وبعد كده اقول ما عجبنيش. حلو. يعني مثلا الدكتور ابراهيم كريم وهو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم، عجبتكم؟ صح عجبتك، فتقول اشتريتها. لا بسم الله الرحمن الرحيم لها طاقه منظمه، فعجبتني انا كمان فاشتريتها. تمام. الحركه اللي احنا بتاعت التوحيد دي ليها طاقه منظمه، فماشي عجبتني برضو اشتريتها. القران فيه طاقه حفظ، اشتريتها. يقول لك ايه رقم 5 ده المصريين القدماء، ده في المصريين القدماء في طاقه حفظ، ما اشتريتهاش مش عجباني. يعني انا كبلال مش عجباني خلاص، فانا عجبني 4 5 حاجات وما عجبنيش حاجه او حاجتين. المشكله يعني رقم 5 يقول لك فيها طاقه حفظ، وعمل تجربه. لو انتوا بحثتوا عليها عمل تجربه، جاب زي انتيلا كده وحد عمل رقم 5 والانتنه دي بتبعد كده عن. تمام. احنا الكونسيبت بتاعنا بقى ازاي رقم 5 بتحفظ من دون الله يا حبيبي؟ ما هو برضه بقدره الله، الارقام ليها طاقه. فرقم 5 طاقته طاقه حفظ بقوه وحفظ الله، يعني هي دي بقدره الله مش بعيد عن قدره الله. طب ما عجبتنيش الحته دي، خلاص ما اشتريهاش الحته دي، اخد اللي ينفعني، واللي مش عاجبني واللي مش ماشي معايا ما اخدوش واركنه على جنب، من غير ما اجيب الشياطين والجن واقعد اقول للشياطين والجن بتعمل لنا حاجات كتير يعني.